بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو بتاع النهاردة هنقول معنى للذكاء الاصطناعي، يعني ايه الذكاء الاصطناعي، هنقول عنه حبة أمثلة. ودي الحاجة اللي ممكن أغلب الناس تعرفها، بس ممكن الناس ما تكونش عارفة يعني ايه برومبت انجينيرنج أو يعني ايه برومبت. وده أفضل حاجة تتقال النهاردة في الفيديو، وهو ده سن الهدف من الفيديو ده كله، أعرف بس يعني ايه ذكاء اصطناعي عشان أقول يعني ايه برومبت بعدها. وإن شاء الله الفترة وإن شاء الله هنكمل البلاي ليست عشان هيبقى طبعا في بقية بلاي ليست ده. هنشرح كتاب برومبت انجينيرنج وازاي تتعامل مع البرومبت وكل ده. وده اصلا الهدف من الفيديو، انك تعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي قبل ما تعرف يعني ايه برومبت وازاي تتعامل معاه. ممكن تقول لي دلوقتي انت ليه جاي تقول لي يعني ايه الذكاء الاصطناعي وانا اساسا عارف يعني ايه الذكاء الاصطناعي؟ ما تخافش، انا مش الفيديو كله اقعد اتكلم بس على الذكاء الاصطناعي. اهم حاجه عندي اني ان شاء الله الفتره الجايه ناوي اشرح كتاب برومبت انجينيرنج. ومش عايز اشرح الكتاب واول ما ابتدي بالكتاب على طول، عشان الكتاب مش بيقول لك يعني ايه الذكاء الاصطناعي. الكتاب يعني الى حد ما موجه لحد عارف يعني ايه الذكاء الاصطناعي بيستعمله. لكن انا عايز اخلي البلاي ليست اللي انا عاملها في شرح الكتاب تكون فيها فيديو صغير قبلها، وهو الفيديو ده. الفيديو ده هو اللي هيقول فيه يعني ايه ذكاء اصطناعي. حد عمره ما استخدم الذكاء الاصطناعي وعايز يفهم البرومبت انجينيرنج وعايز يفهم الدنيا دي، طب ما الاول لازم يعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي. انا هبعت الفيديو ده للناس ممكن ما تبقاش عارفه يعني ايه ذكاء اصطناعي، او البلاي ليست. فعشان كده عملت الفيديو ده. لو شفت او لو شايف او المعلومات اللي قدامك دي بسيطه، انت عارف يعني ايه برومبت وعارف يعني ايه برومبت انجينيرنج وعارف يعني ايه ذكاء اصطناعي، عادي خالص خش على اول فيديو في شرح الكتاب على طول، ان شاء الله هينزل قريب. وبس مفيش اي مشاكل. تقسيمه الفيديو بتاعت النهارده هنتكلم عن مقدمه سريعه عن الذكاء الاصطناعي، تعريف ليه وحبه امثله، شرح يعني ايه برومبت ويعني ايه برومبت انجينيرنج وليه هي اساسا مهمه، وهنتكلم عن محتوى الكتاب كده بشكل بسيط. هتقول لي كتاب ايه؟ اقول لك كتاب برومبت انجينيرنج. المؤلفة دي شغالة في جوجل، شغالة في قسم الكلاود في جوجل، وكان ليها خبرة كبيرة جدا في الذكاء الاصطناعي، وهي اللي عملت الكتاب ده. وطبعا بتطلع في مؤتمرات وبتتكلم كتير جدا في المجال ده. الكتاب تم نشره في سبتمبر 2024، عدد صفحه هي 68. ممكن ما نقولش كتاب، ممكن نقول اللي هو بس لحد ما كتيب صغير بس. المحتوى كله داير في الكتاب حوالين دليل شامل ومفصل ازاي تكتب برومبت كويسة وتطور برومبت بحيث انك تعمل برومبت كويسة تخلي الذكاء الاصطناعي يفهمك. مش فاهم الدنيا دي كلها؟ هنشرح الكلام ده كله لما نقول يعني ايه اساسا برومبت. خلينا نخش دلوقتي في التقسيمة بتاعة الفيديو ونمشي في كل قسم. يعني ايه الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي ببساطة هو انك تخلي الكمبيوتر او الآلة تقدر تفكر زي الانسان. طب ازاي يعني؟ زي لما يكون عندك روبوت مثلا او جهاز ذكي بيقدر يتعلم ويحسن من نفسه مع الوقت من خلال البيانات والمعطيات اللي انت بتديها له. وده بيخليه يقدر يعمل حاجات زي التفكير والفهم واتخاذ القرارات والحل. يعني فكر معايا كده، لو عندك كلب وانت بتدربه انه يرجع العصايه ليك كل مره بترميها له، الكلب هيتعلم مع الوقت ويرجعها بسرعه، صح؟ نفس الفكره مع الذكاء الاصطناعي، لكنه بدل ما يكون كلب لا هو جهاز بيعمل نفس الفكره بس عن طريق البيانات وتعلم الآلة. الذكاء الاصطناعي مش بس شغال في الروبوتات زي ما يكون مثلا في الافلام او الحاجات اللي انت بتشوفها حواليك، لا ده ممكن يكون حوالينا في حياتنا اليوميه اكثر مما تتخيل. مثلا لما تستخدم سيري او جوجل اسيستنت على موبايلك، ده بيعني فعلا انك بتستعمل الذكاء الاصطناعي عشان يرد عليك ويقولك انت عايزه. انت مثلا قلت له ازاي الطقس النهارده، او حتى علشان تترجم له جمله بسيطه من اي لغه لاي لغه تانية. او لو جربت مثلا انك تشوف فيديو على يوتيوب، هتلاحظ في فيديوهات تلقائيه بتطلع لك حسب انت بتشوف ايه. ده برضه يعتبر تحت الذكاء الاصطناعي. انك لما تكون مثلا بتستعمل لينكس ويجي بعد كده ايه تتك على تكتب اول حرفين من الكلمه وتتك كتاب وهو يكمل لك الكلمه، كل ده يعتبر ذكاء اصطناعي. وفي كمان حاجات تانية كتير زي انك تترجم كلام، وزي حتى الكاميرا. الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان حرفيا، واحيانا احنا مش واخدين بالنا. زي لما حتى تستخدم كاميرا الموبايل، الكاميرا بتقدر تتعرف على الوجوه وتعمل تركيز تلقائي على الناس والحاجات اللي بتشوفها في الصورة. ده كله بيحصل باستخدام الذكاء الاصطناعي. والنهاردة الذكاء الاصطناعي مش بس بيساعدنا في حاجات بسيطة، لا ده بقى بيدخل في مجالات كبيرة زي الطب والهندسة والصناعة وكل حاجة حوالينا. يعني لو مش عارف تبدأ منين في الذكاء الاصطناعي ما تقلقش، هو أصلا جزء من حياتك اليومية من غير ما انت تحس. دلوقتي بقى هنبدأ نغوص أكتر في موضوع البرومبتس. يعني ايه؟ لو انت مش لسه فاهم ما تقلقش، انا دلوقتي هشرح لك الموضوع ببساطه. لو قلت لك كلمه برومبت ممكن تفكر فيها انها كلمه معقده ومش هتفهمها، صح؟ لكن في الحقيقه لا، هي بسيطه جدا.
هي ببساطة كل حاجة بتكتبها أو بتقولها للذكاء الاصطناعي عشان يعرف يرد عليك، زي لما تسأل جوجل إزاي تعمل بيتزا، أو لو سألته ممكن تكتب لي مقال عن الذكاء الاصطناعي. الكلمة دي أو الجملة دي اللي بتكتبها هي دي البرومبت. ممكن نعرفها كده بالعربي بس هي مش هتقول تعريف دقيق جدا، لازم تبقى جملة يعني مش كلمة. التعليمات أو الأكواد أو الأوامر اللي بتديها له، اللي بتديها للذكاء الاصطناعي عشان يطلع لك الناتج اللي انت عايزه. مثال تاني، لو جبت كود برمجي وقلت له ازاي اعدل في الكود ده، ازاي اعدل في الكود ده، او لو جبت سؤال وقلت له ممكن تشرح لي المعنى ده، ده بيكون عبارة عن برومبت اللي انت بتقوله والتعليمات اللي انت بتقولها له عشان يعمل لك اللي انت عايزه. هو السؤال والتعليمات اللي بتديها للذكاء الاصطناعي عشان يعرف يرد عليك ويعمل لك اللي انت عايزه. لكن لو سبت التعليمات دي بشكل عشوائي ممكن النتيجة اللي هتطلع مش اللي انت مستنيها. وده عشان مش كل تعليمات او كل امر هتكتبه او كل برومبت بشكل ادق هيكون ليه نفس النتيجة المرجوة. لازم تكون عارف ازاي تكتب البرومبت بشكل صحيح علشان تحصل على افضل استجابة ونتيجة. ازاي ده بقى اللي هنتكلم عليه في البرومبت انجينيرينج. يعني ايه هندسة التعليمات؟ بكل اختصار هي فن كتابة التعليمات او الاكواد او الاوامر بطريقة تخلي الذكاء الاصطناعي يفهم بالظبط اللي انت عايز توصل له ايه. يعني زي لما تكتب رسالة لصاحبك، لو قلت له مثلا ازاي حالك، ده سؤال عادي. لكن لو قلت له ازاي حالك يا صاحبي، تعال نقعد على القهوة النهاردة، كده انت حددت الموضوع اكثر وخليته اكثر دقة. طبعا احنا مش بنعمل كده، احنا ازيك، ازاي الحال، ازاي الاخبار، بعد كده تطلب الطلب. يعني بنحور كده كتير. ده مش مناسب مع الذكاء الاصطناعي، يعني بالمناسبة ما تعملوش. في الذكاء الاصطناعي الموضوع مشابه، لما تكتب له ممكن تشرح لي دي اكتر، زي لما تعطي له برومبت غير دقيقة او عامة، انت بتقول له حاجة عامة مش بتوضح انت عايز ايه بالظبط. لكن لو قلت له ممكن تشرح لي المعنى ده في 3 سطور، هنا الامر اللي انت طلبته ده بيوضح انت عايز ايه بالظبط. وده هنا هيخلينا نتكلم عن حاجة اسمها البرومبت انجينيرينج، هو انك تعمل برومبت كويسة او تدي نص حاجه كويسه بتديها له كده، هو ايه يرد عليك. نفس الفكره مع الكود هنا، مع الصور قصدي اللي هنا. يعني انت بتكتب حاجه بتديها له هو بيفهمها، يعني انت كانك ايه بتقول له افضل حاجه، ما بتحورش، بتقول له الحاجه الصح على طول. فحرفيا الكتاب كله بيتكلم عن البرومبت انجينيرنج، ازاي تكتب الكلام ده. لو انت واحد بتتعامل كتير مع الذكاء الاصطناعي هتحس اوقات اللي هو ايه بيخرف، غالبا بيكون المشكله منك او الليميت الفري خلاص. ليه البرومبت انجينيرنج مهمه؟ ليه البرومبت انجينيرنج مهمة؟ دلوقتي لازم نسأل ليه هي أساسا مهمة، وهل هي حاجة زيادة ولا دي شيء أساسي لازم نستخدمه عشان نعرف ناخد النتيجة اللي احنا عايزينها من الذكاء الاصطناعي. الإجابة هي أنك لو مش عارف تكتب برومبت صح الذكاء الاصطناعي مش هيفهمك، وبالشكل ده مش هيطلع لك اللي انت عايزه، وكده مش هتقدر تستفيد من القدرات الكاملة بتاعته. لما تكتب الأمر بتاعك بشكل صحيح انت بتخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل زي ما انت عايز بالظبط، وده هيزود قدرتك في الحصول على نتائج دقيقة وسريعة. ده مش بس بيخليك تقدر تستخدمه بشكل أفضل في شغلك، لا ده كمان هيساعدك في أوقات تانية لما تكون محتاج أجوبة سريعة ودقيقة. يعني باختصار، لو عايز تستفيد من الذكاء الاصطناعي بفاعلية لازم تكون عارف ازاي تكتب برومبت صح. مش بس كده، ده بيخلي الذكاء الاصطناعي يتفاعل معاك بشكل أكثر ذكاء ويقدم لك إجابات زي ما انت محتاج بالظبط بسرعة وكفاءة. دلوقتي احنا هنتكلم عن محتوى الكتاب. محتوى الكتاب بيمشي بشكل بسيط، بيقول لك شويه انترودكشن في البدايه، والى حد ما انا اللي ممكن اكون قلته دلوقتي، واكيد طبعا هزود مع الفيديو الجاي. وبعد كده هيقول لك يعني ايه برومبت انجينيرنج، انا برضو اتكلمت فيها. وبعد كده هيتكلم معانا على ال ام اوتبوت كونفيجريشن. الفصل ده فني شويه، وبيكلمنا عن اعدادات مخرجات النموذج. يعني هنا بنتكلم عن النغمه والشكل اللي احنا عايزين الرد اللي هيطلع لنا ده ازاي من الذكاء الاصطناعي، زي طول الرد، ادوات التحكم في العشوائيه، ازاي تركب كل ده مع بعضه. كل ده طبعا هنتكلم عليه قدام. وبعد كده هنتكلم عن تقنيات كتابه البرومبت او تقنيات البرومبت. كل التقنيات دي احنا هنشرحها في وقتها. كل تقنيه هنا ليها هدف واسلوب، وهنشرح كل واحده بالتفصيل. وبعد كده هنتكلم على الكود برومبتنج. لو انت برمج ده هيكون افضل حاجة انت هتحبها في الكتاب كله، لانه هو بتتكلم ازاي تكتب صيغة او تعليمات برومبتس تديها له تعمل لك حاجة من الاربعة دول. انها ممكن تكون بتكتب لك كود، او انها بتشرح كود، او انها بتترجم كود من لغة للغة، او انها بتعمل لك مراجعة للكود وتقول لك ايه الحلو وايه الوحش فيه. حرفيا فصل روعة وهيفيدني قبل ما يفيد اي حد حرفيا.
بعد كده هنتكلم عن البيست براكتس، وهي النصايح الذهبية، ازاي توصل لافضل طريقة انت عايزها، ازاي تطلع اللي انت عايزه بالظبط. كل ده عشان تكتب برومبت تطلع بيه افضل نتائج ممكنة. كل الحاجات دي هنتكلم عنها. انا هنا قلت لكم محتوى الكتاب بس، مش هيكون ده محتوى الفصول الفيديوهات بالترتيب. محتوى الفيديوهات هيختلف طبعا عن كده. تمام. خلينا دلوقتي نقول لمين الكتاب ده. الكتاب ده مين اللي هيستفيد منه؟ هل هو موجه للناس اللي عندهم خبرة في الذكاء الاصطناعي، ولا موجه لأي حد يقرأه؟ خليني أقول لك بصراحة، الكتاب ده مش موجه لفئة معينة فقط. ده موجه لكل واحد مهتم بالذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء كنت مبتدئ ولسه بتعرف كل حاجة عن الموضوع، أو كنت متقدم وعايز تتعلم حاجات تخليك تفهم أكتر البرومبت انجينيرينج وتحسن تعاملك معاها. وآسف لكل الأوقات اللي قلت فيها برومبت غلط، قلتها برومبت أو كده، آسف. يعني لو كنت مبتدئ وعايز تتعلم ازاي تكتب تعليمات بشكل بسيط علشان تجيب اجابات دقيقة من الذكاء الاصطناعي، الكتاب ده هيساعدك. ولو كنت شغال في مجال البرمجة او تحليل البيانات وعايز تستخدم الذكاء الاصطناعي في شغلك، هتلاقي فيه حاجات هتفيدك. حتى لو انت كنت مجرد شخص عادي عايز يفهم الذكاء الاصطناعي اكتر، الكتاب ده هيكون مرجع كويس ليه. بس زي ما قلت، انت ما ينفعش تفتح كتاب وتقراه مع نفسك غير لما تكون عارف يعني ايه، يعني ايه الذكاء الاصطناعي، يعني تكون اتعاملت وشفت الدنيا قبل كده. مش اول تعاملك يكون بسم الله الرحمن الرحيم برومبت انجينيرنج يعني ايه. هيبقى الموضوع صعب شويه. ولذلك انا عملت الفيديو ده عشان اعرفك يعني ايه الذكاء الاصطناعي، واخلي البلاي ليست تنفع لاي حد بجد، مش بس اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل يومي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى ما تضايقوش من اي معلومه انا قلتها غلط او ايا يكن. وما اتمنى ما لقيتش تحت تعليق حد بيقول لي انت في السايبر سيكيورتي ولا في الاي اي. انا يا شباب بقرا الكتاب، والحاجه اللي بقراها بشرحها، مش بشرحها بقول تلخيصي. تمام، عشان ما حدش بس ينزل يكتب لي انت مالكش في الاي اي ما تتكلمش عنه. انا بقول بذاكر لنفسي، بس كبر دماغك شويه. ما تنساش تشترك في القناة وتتابعني عشان تشوف بقية محتوى الكتاب، وده أكيد المهم. كل ده كان بس يعتبر إلى حد ما مقدمة لشخص لا يفقه أي شيء عن الذكاء الاصطناعي. وأنا عملت الفيديو ده خصوصا عشان لو بعت البلاي ليست بتاعت الكتاب كلها لشخص يكون فاهم أساسا يعني إيه اي اي، عشان اخلي البلاي ليست من شخص فاهم يعني ايه ذكاء الاصطناعي وبيستخدمه لشخص مش فاهم اساسا ويتعلم كل حاجه من الاول. ده الويب سايت بتاعي، وما تنسوش تخشوا على تليجرام، هتلاقوا حاجات هتفيدكم وتزيد حسناتكم ان شاء الله كل يوم. وعلى صفحة الفيس ولينكد ان وقبيلة. ومتنسوناش من صالح دعائكم، وادعوا ادعوا 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 بجد لكل اخواتنا في جميع انحاء العالم. وبجد الفترة اللي بنمر بيها كلنا دلوقتي من انحدار اخلاقي وتفاهة وحاجات كتير بقى، حاجات كتير قوي يعني. يعني انت بتشوف الفيديو ده في الفترة ده، انت عارف انا بتكلم عن ايه بالظبط بيحصل في البلاد اليومين دول. فانت ادعي، وما تنسناش من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.